البطولة ما زالت عن طريق بن شيلة بحث تسديد. جول 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 جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسجل في الأوان. مرحبا بكم في قناتكم ملعب ديزاد، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله كامل تكونوا في صحة جيدة، واللي مريض ربي شافيه في هذه الأيام المباركة. اليوم رانا قدام حلقة ثقيلة، حلقة فيها كواليس، أسرار، مفاوضات، قرارات، ومصير فريق كامل اسمه شبيبة القبائل. جياسكا راهي داخلة على الميركاتو تاع السنة حساس. ميركاتو يقدر يرجع الفريق لطريق صحيح، ولا يقدر يزيد يغرقه أكثر. الإدارة راهي تخدم في صمت، بصح الصمت هذا راهو يخوف الأنصار أكثر من أي تصريح. في هذا الفيديو راح نحكيو على علاش جياسكا بدلت استراتيجيتها وراهي رايحة بقوة للسوق الإفريقي، شكون اللاعبين اللي راهي الإدارة مركزة عليهم، ملف إبراهيم ديب لاعب سياسي وين وصل، نهاية رياض بودبوز هل هي محسومة، واش راح يصرى في الأسابيع الجاية. وباش نفهموا الوضع لازم نرجعوا شوية للوراء. جياسكا هذا الموسم عانت فنيا، نفسيا، إداريا، وحتى جماهيريا. الانتدابات اللي دارتها الإدارة الصيف اللي فات أغلبها ما عطوش الإضافة، ولهذا المسؤولين قالوا ما نكروش نفس الأخطاء. اليوم الإدارة بدلت طريقة العمل، ما كانش انتدابات عشوائية، ما كانش لاعبين يجيو غير باش يديروا سياحة، وما كانش يجيبوه وخلاص. كل لاعب راح يكون تحت المجهر، وعلى حساب الإدارة والمعلومات اللي تلقيناها راهم يقولوا لازم لاعبين يكونوا يصنعوا الفارق. وهنا يجي القرار الكبير، قالوا لك التوجه أحسن السوق الإفريقي. علاش؟ لأن السوق الإفريقي فيه لاعبين سريعين، بدنيين، متعودين على الملاعب الصعبة، يقدروا يتأقلموا بسرعة مع البطولات الجزائرية، والأهم سعرهم معقولة مقارنة بلاعبين محليين اللي يطلبوا مبالغ خيالية. وجياسكا السنة هذا الموسم شفنا كانت تعاني هجوميا، تلعب توصل، بصح ما كانش اللاعب اللي يفصل، ما كانش الجناح اللي يدوخ المدافعين ويسجل، اللي يربح لك مخالفة، اللي يسجل لك فرصة من حتى شيء. ولهذا الإدارة حطت الجناح كأولوية رقم 1. الملف هذا حساس بزاف، لأن لازم لاعب يكون سريع، لازم يكون مراوغ، لازم يعرف يلعب 1 ضد 1، لازم يكون عنده شخصية، ولازم يكون قادر يربح لك ويجيب لك النقاط. الإدارة راهي تشوف بزاف أسماء من إفريقيا الغربية والوسطى، بصح ما حبوش يسربيو حتى اسم هذا الوقت. علاش؟ باش ما يدخلوش فرق أخرى وتخطف اللاعب. الشيء مؤكد جياسكا تبحث على جناح، ماشي لاعب عادي. ثانيا، وسط الميدان تاع جياسكا هذا الموسم كان نقطة ضعف كبيرة، لا استرجاع، لا بناء، لا قوة بدنية، ولا حتى لاعب قادر يفرض الإيقاع. ولهذا الإدارة راهي تبحث على لاعب وسط عصري، يقطع الكرات، يبني اللعب، يضغط، يربح الثنائيات، ويعرف يخرج بالكرة نظيفة. هذا النوع من اللاعبين هو اللي يصنع الفرق في أي فريق كبير. وجياسكا لازم ترجع تسيطر على وسط الميدان إذا حبت ترجع للمنافسة الإفريقية والمنافسة البطولة الوطنية. وهنا نروحوا للملف اللي دار ضجة كبيرة. إبراهيم ديب لاعب سياسي النادي القسنطيني، واحد من أحسن صانع اللعب في الجزائر. القصة ماشي جديدة، الصيف اللي فات جياسكا كانت قريبة بزاف باش تجيب لاعب إبراهيم ديب. اللاعب كان متحمس وكان حاب يلعب في جياسكا، بصح سياسي عطاتو عرض مالي أقوى، واللاعب
اختار الاستقرار. ورغم هذا ديب اعتذر لمسؤولي جياسكا وقال لهم كنت نحب نجي بس عرضكم كان ضعيف. اليوم الملف رجع بقوة، الإدارة اتصلت باللاعب بصح المفاوضات واقفة. علاش؟ لأن العرض الأول اللي قدمته جياسكا ما كانش في المستوى اللي كان يستناه اللاعب إبراهيم ديب منضبط محترف، عنده رؤية لعب، يعرف يوزع، يعرف يخلق الفرص، وعنده أخلاق عالية. عنده 32 سنة صح، بصح مازال قادر يعطي عامين إلا حتى 3 سنوات. السؤال اللي يطرحه الأنصار، هل جياسكا راح ترفض العرض ولا راح نخسروا واحد من أحسن صانعي اللعب في الجزائر؟ ولاعب رياض بودبوز طبعا اسم كبير ولاعب كبير، ولكن الفريق كامل كان يعيش في أزمة من شهر نوفمبر. اليوم الحقيقة واضحة، بودبوز طبعا راح يغادر جياسكا. هو بنفسه قال لبعض اللاعبين انه ما راحش يكمل، والإدارة رايحة تشرح له السياسة الجديدة. وبودبوز رغم كلش بقى محترف وبقى يعطي النصائح للشباب. فريق شبيبة القبائل اليوم راه في مفترق الطرق، يا إما ميركاتو قوي يعيد الفريق للطريق صحيح، يا إما نعاودوا نفس الأخطاء ونعيشوا موسم أسوأ. الأنصار ينتظرون والإدارة تخدم في صمت، وإن شاء الله تخدم في صمت، والأيام الجاية راح تكشف بزاف. جياسكا ما تستاهلش تكون في هذا الوضع. جياسكا لازم ترجع فريق كبير، ولازم ترجع تلعب على الألقاب، والبداية تكون من ميركاتو ناجح. وقبل ما نخليكم بعض اللقطات تاع اللاعب إبراهيم ديب، نقول لكم بعض الأسئلة وجاوبونا عليها في التعليقات. هل تشوفوا توجه للسوق الإفريقي قرار صائب؟ وهل إبراهيم ديب يستاهل عرض أقوى؟ وهل تفضلوه على بودبوز؟ شكون لازم يكون أول انتداب الجناح ولا وسط الميدان؟ وهل تشوفوا بودبوز لازم يبقى موسم آخر أو يسرحوه؟ نطلب منكم الدعاء بالشفاء الكامل للمرضى في هذه الأيام المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بروشان فيديو إن شاء الله. لمصلحة النادي الرياضي القسنطيني، الحكم يترك مدى اللعب داخل منطقة الجزاء. رغم النقص العددي إلا أن نديب له داخل منطقة الجزاء. الخطورة ما زالت عن طريق بلشيرة بحث عن التسديد. جول 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 جول